السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نبداو سلسلة جديدة واللي هي سلسلة التحليات الرمضانية ولا لي فيغين. وحبيت نبدا معكم الوصفة تاع الموس تاع نوات كوكو واللي بزاف عجبتني وحسيتها تستاهل اني نشاركها معكم. وقبل ما نبداو نصلوا على رسول الله، نحتاج في الوصفة 70 غرام شيكولا بيضاء، 2 حبات بنان، نحتاج مورف كبيرة تاع حليب مركز محلى، وعصير تاع حبة قارص، نحتاج كاس شونتيي وكاس ياغورت بالذوق تاع نوات كوكو واللي راهو متوفر في المحلات. كيما شفتوا اول حاجة درتها هي ذوبت الشيكولا وزدت لها مورف كبيرة تاع الحليب مركز محلى. ابخي نزيد 2 حبات تاع البنان اللي كنت ديجا قطعتهم، نزيد عليهم عصير تاع حبة قارص. انا بالعاني ما كملتش كونتيتي تاع القارص باسكو الحبة كانت كبيرة. من بعد انا راح نهرسهم بالفرشيطة، سينو الا حبيتوهم يكونوا ليس تستعملوا البغا نورمال، مي انا حبيت هذوك الحبات تاع البنان يبقاو يبانوا شوية. كيما شفتوا الوصفة ما نحتاجوش نزيدوا لها السكر كامل باسكو الشونتيي والبنان والشيكولا مع الحليب مركز محلى راح يديروا اعتدال في الحلاوة. هنا السر تاع لاموس تاعنا باش تجي خفيفة، رانا رايحين نطلعوا الشونتيي مع الياغورت تاع جوز الهند، وبيان سور الياغورت لازم يكون بارد، لازم نديروه في المجمد ومن بعد نعاودو نخرجوه ونستعملوه نطلعوا به الشونتيي. هنا مور ما طلعتهم مليح راني راح نضيف لهم الخليط الاول، وشوفوا كيفاش لازم نخلط، يعني نخلط غير بالعقل من الفوق للتحت باش ما نهبطش هذيك العموس. هنا سرعت لكم برك الفيديو، يعني احنا نكملو غير بالعقل باش العموس هذه ما تعاودش تهبط وتجينا جارية. هنا نجيبو الفيرين اللي رانا حنديرو فيه العموس، يعني كيفاش نفرقو بين الكاس اللي نستعملوه فيرين والكاس اللي يكون نستعملو فيه الجو. الفيرين الحجم تاعو لازم يكون صغير باسكو راهي تحلية ما راهيش شبعة. باغ كونطخ الكيسان اللي يكونوا كبار نستعملوهم في لي جو. هنا مور ما عمرت بيان سور لازم نمسح لي باروا. بالنسبة لا ديكوراسيون انا هنايا استعملت ورد الشوش، واستعملت ثاني الحلوى اللي تشبه لرافايلو، والتزيين بيان سور راهو اختياري وكل وحدة تبدل كيما تحب. نقدروا باغ اكزومبل نستعملوا هذوك لي بيبيت دو شوكولا نديروهم الفوق، سينو نقدروا نديرو يعني نكرفجو الشوكولا من الفوق ثاني، ولا نستعملوا جوز الهند اللي يكون ملون باسكو لو كان نديروه بيض ما راهوش رايح يبان. وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها لنا اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة، يعني راهي وصفة بزاف سهلة وبزاف بنينة، واللي عجبتها الوصفة ما تنساش تبارطاجيها مع صحاباتها وما تبخلنيش بجيم وكومنتير. اشوفكم بحول الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.